السؤال الثاني، السيد جلال الطلباني يدافع عن إيران ويصرح دائما يقول ليس هناك تدخل إيراني في العراق، والمسؤولين الأمريكيين نرى كل يوم حتى أمس يعني صرحوا بأن هناك فيلق القدس وأن إيرانيين متورطين. هل الآن الأمريكان هل يريدون الاستغناء عن الأكراد؟ الآن هناك يقولون بأن حزب PKK حزب العمال الكردستاني يعني يؤذي الأكراد يؤذي الأتراك. هل هذا يعني بأن الأمريكان يريد الاستغناء ويعطوا الضوء الأخضر لتركيا حتى يجتاحوا كردستان؟ أما السؤال الثاني بالنسبة لطالباني وعلاقته مع إيران، هي علاقة استراتيجية قديمة من عام 1997 بعدما استطاعوا أن يفرزوا أو يقطعوا الصلة بين الحركة الإسلامية التي كنت أنتمي إليها ومع الحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم يقحموا الحركة الإسلامية في مشروع إيراني جماعة طالباني، واستمروا على هذا المنوال، وكذلك إلى تفتيت الحركة الإسلامية في عام 2001. وجماعة الطالباني لهم علاقة استراتيجية قوية جدا مع إيران، ولذلك هو دائما يصر بأن المنطقة العربية هي التي ترسل الإرهابيين بين مزدوجتين كما هو يقول إلى العراق، وهو ينكر أو يتحاشى دائما ذكر الإيرانيين وتدخلاتهم في العراق طولا وعرضا، شمالا وجنوبا، بين الشيعة والسنة، عربا وأكرادا وتركمان، وبين كل الفصائل، والإيرانيون داخلون حتى المفصل في داخل العمق العراقي.